أهلا ومرحبا بكم الناس الكل. احنا اليوم في غابة الأرز. غابة الأرز هذه الجميلة، نحن في المدخل الآن. حبيت تحسوا بالجمال من الأول. بربي داني يوريهم الجمال هذايا. سبحان الله. الأشجار هذه هي اللي ترمز للبنان. انتوا بتشوفوا العلم متاع لبنان وتشوفوا الشجرة الجميلة هذه. أما عجبتني الشجرة هذه، هي نص الشجرة الموجودة في علم لبنان، يعني النص هيك. احنا باش نقدموا وباش نمشيو وإن شاء الله ندخلوا القدام. من بعد تنوافيكم باللي جاي. باي. عسلامة داني. هاي داني، احنا قلنا قبل شوي قلنا اللي احنا دخلنا في المدخل لغابة الأرز. نحن هلا بغابة الأرز بشمال لبنان بشرق وادي النوبين. هيدي الغابة كتير قديمة، معروفة انه الفينيقيين كانوا عم ياخدوا خشب الأرز لحتى يصنعوا منه السفن ولصناعة مفروشاتهم وغير قصص. فإذا الأرز له قيمة كتير تاريخية عند العالم اللي عاشوا بالمنطقة بالحوض الغربي بالحوض الشرقي للمتوسط بغرب الشرق الأوسط، يعني بهيدي المنطقة. الأرز أرز الرب بيسموه، نذكر أكثر من 80 مرة بالكتاب المقدس العهد القديم، يعني بالتوراة، يعني على أيام الملك داوود وسليمان اللي عمر هو هيكل سليمان، بيقولوا من الذهب وخشب الأرز، يعني أفخم أنواع الخشب الموجود هون. هيدا الخشب بيقولوا له أرز الرب. ليه؟ لأنه هي الأرزة بتفتح مثل إيد وبيطلع عليها كل الكواز موجهين طلوع أي صوب السماء نحو الرب، مشان هيك بيقولوا لهم أرز الرب. هي الشجرة معدلة بيوصل لتقريبا بتطلع تقريبا بال 25 متر بالسماء، وبتعيش لأكثر من 4500 سنة. داني، ما هذا هو يعني حديثك اللي قلته لنا هو السبب لجعل العلم اللبناني فيه الشجرة هذه؟ هلا اكيد هي افخر مخلوقات عايشه بلبنان هي شجر الارز، لانه اولا له قيمه كثير تاريخيه، ثانيا له قيمه كان من زمان تاريخيا من ايام الفينيقيين، يعني حتى الصمغ كانوا ياخذوه الفراعنه لحتى بيقولوا انه بطبخه الطحنيت عندهم كانوا يحطوا من سمخ الارز لانه بيبقى فتره طويله. كانوا من زمان يستعملوا ريحه الصمغ كرمال الشفاء من الريم من الجريب. واكيد تطور لحتى هي اذا بتطلع بحيلا شجره كبيره رح كثير تحبي منظرها. اكيد هون المحل كثير بيسفل، مشان هيك عندها مميزات غابه الارز بالنسبه لكل لبناني عايش، انه نحن بنفتخر انه هيدي الشجره بتطلع بارضنا. داني، التوانسة أنا سنحتني الفرصة كتونسية إني نكون في غابة الأرز في لبنان، في شمال لبنان، هذا صحيح؟ صح. أنت تشجع التوانسة شنو تقول لهم باش يزوروا لبنان ويزوروا هالمكان الجميل؟ يعني قد ما تشوفوا صور، قد ما تشوفوا صور وفيديوز، ما راح يكون مثل وجودكم انتم هون بمحل كتير مرتفع عن سطح البحر، بمحل كتير بعم فيه السلام وطاقة كتير بوزيتيف انرجي من الشجر اللي عايشة هون. فاكيد اكيد اكيد تعوا شوفوا شخصيا، مش مثل اي شيء ثاني بتشوفوه على الكمبيوتر. حسب التقريب قد ايه مرتفعين على الارض؟ نحن ببيروت في بحر ثم طلعنا للجبل. تقريبا نحن بال 2800 متر تقريبا. شكرا داني، الله يخليك على هالصور. هذا كله غابة الأرز. الو غابة الأرز هي. اهلا. هذه هي، شوفوا ارتفاع الأشجار. انا بغابة الأرز هلا. غابة الأرز وارتفاعها أرز الرب، ويقولوا يسميوها غابة الأرز أرز الرب. يعني بعد 10 دقائق بالغابة. جميلة جدا جميلة جدا. أنا نشجع التوانسة إنهم يجيوا للبنان وإنهم يتفرجوا على هالمنظر الجميل. يعني في أشجار، شوفوا الشجرة هذيك، الشجرة هذيك اوكي شجرة جميلة جدا كبيرة برشا. شوفوا 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 شوفوا. أنا اليوم سنحتني الفرصة، اليوم 22 جوان 2013 يوم عالمي. غابة جميلة جدا
لو نقول لكم الغريب في هذا انه الطقس بارد، ثم برودة، ثم هواء، ثم جمال، ثم صخر، ثم روعة. فرجوا. ما حبيتش نحرمكم من الفرجة الجميلة هذه. نتلاقاو في فيديو آخر. باي. وين منى؟ وين منى؟ اختفت منى، خلصت منى. منى منى تعال. فوت. عم تشوف شجر شو اسمه أرز الرب هيك، في عالم جواته هون هيك بتطلع وبتشوف هيك. وفي كمان بحكي لكم شيء، في اسفه جدا، ثم ريحه جميله جدا. يعني هو داني اثر علي باللغه اللبنانيه، يعني ثم ريحه جميله جدا. بالله يا داني قرب شويه الكاميرا وورينا. لحظه. شوف كانها زخرفات سبحان ربي اللي خلق هيك. ها شوفوا انا ماني ضعيفه. شوفوا مش نخرج من الشيره الاخرى. الله اكبر. ها هذه هي الشجره اللي كنا فيها، شجره اغزرو قديمه وانا كنت في وسطها. محلاها.